شايفك النصراوي اللي طالب تاليسكا. يا أخي شوف فريقك بدون تاليسكا. ما نبالغ لما نقول إن تاليسكا هو مشكلة منظومة النصر. 4 اليوم. أنا ما أدري، ترى صورت قبل لا تنتهي المباراة عبد الرحمن 4 ولا أنت؟ 4 انتهت 4 خلاص. و5 9 في مباراتين. يا سلام. وكريستيانو هداف الدوري. يا ناس يا عالم، والله ما نبي مشخصنا أنا مع تاليسكا، لكن هو مشكلة النصر. شوف بعطيك تشبيه، كريستيانو قبل كأنهم حاطين عليه الأكسجين بوضع النعاش. الحين رونالدو انفجر. بالضبط. رونالدو الحين ما نبالغ، والله ما نبالغ. احنا نقول يعني احنا ما نشخصن مع تاليسكا، بس نقول انه النصر افضل بدون تاليسكا لاعب فردي. بالضبط. والان النصر اصبح منظومه صراحه. لكن الشباب صراحه اعيدوا لنا الشباب الليث. طرد بانيجا يلخص حاله الشباب. افضل لاعب في الشباب واللي يعول عليه شبابين ينطرد. هذا هو حال الشباب. اعيدوا لنا الشباب وضعه محزن. اعيدوا من لنا الجناح الايمن فهد مولد فودي. يعني جدا محزن الشباب. والله. طيب على الصعيد الاخر الاهلي طرد سهل المباراه للاهلي وقلبها متعه مع الجماهير. يعني الطرد سهل الاهلي وقلبها مباراه للمتعه. ويجدد الصداره مع الاتي. ويلا يا عبد الرحمن جدد الصداره والمواجع. بعطيك احلى اسيست وسجل احلى تحليل. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا. مسا يا عبد الرحمن. يا مرحبا حي الله عاصم. والله شوف مين لا الأهلي ولا النصر لك. الله يسعدك صراحة حبيبي. أول مرة تصفق لي. دائما تصفق النونو سانتو تصفق الرونالدو. أنا بنصفك الصدق. الله يسعدك والله صدق يا عالم. ترى عاصم يمكن ما أدري إذا قلتها بحلقة أو لا، لكن هذا الرجل والله الصدق أنا بحب العام الماضي ترى قلت أنا حاب نصفك. هذا الرجل عاصم قال إنه النصر بدون تاليسكا بيفوز على الشباب بنتيجة كبيرة قبل تبدأ المباراة. لاني سالتنا عن التوقع قال شوف اذا النصر بدون تاليسكا بيفوز بنتيجه كبيره. وغريب اليوم ضيع ركله جزاء ممكن 5. لا ويقدر النصر و6 وفي عرضتين انت ترى توقعك لما قلت لي تاليسكا ما راح يلعب توقعت 5 انت. وخلنا نقول فرضا لو غريب جاب الهدف البلنتي 5. فما شاء الله عليك يا عم. طيب ونقول وتاليسكا من متى انا قلت لك مشكله النصر في تاليسكا؟ من يوم ما جاء كريستيانو. من يوم. يا سلام جزاك الله خير. أنا أشكرك وأقول لك جزاك الله خير. وأنا أقول الآن للمتابع، الآن بما أني مدحت عبد الرحمن ودي أنا أمدحك وأنك تنزل للرابط الأول وتأخذ لك حالة في إحسان. يا سلام. وعشان تأخذ التجارة مع الله وتكسب الأجر. الله يكتب أجرك قلامين. واليوم النصر والأهلي طبقوا حالات كرة القدم الثلاث. يا سلام. دافعوا بالاشتراك وهاجموا باللايك وتحولوا بالشير. يا سلام. وعطنا شويهي. لا أبشر والله بالشاهي. نبدأ يا أخوان. جهزوا شويهي للتحليل. صح ولا لا؟ صح. ما مثل الشويهي. يا سلام. طبعا شويهي بلهجة القصيم نسميه إنه الشويهي. بسم الله. نبدأ وعلى بركة الله ونقول اللي معي ينقال. النصر والشباب بما أن هي القمة بدينا فيها. طيب. هي صراحة قمة. الآن يا عاصم النصراوي نقدر نقول يحط رجل على رجل ويلبس النظارات الشمسية ويروق على الآخر. يروق يقول كم بسجل كوب عصير فواكه. زين. ولو كان الكنب يعني حق مساج يا سلام. لأنه بيشوف فريق. لا وش رايك يروح يتابع في المالديف بعد؟ لا بس لا الفريق متعة للعين ما شاء الله تبارك الله. هذا بسبب إيش؟ عدم وجود تاليسكا. أنا والله ما أشخصن تاليسكا لاعب كبير ولكن ما ينفع للمنظومة. وش رأيك يا عاصم؟ قلنا من العام الماضي وأنا أقول كريستيانو مع تاليسكا ما يصلح، فما بالك إنه النصر يبغى يبني منظومة بأسماء عالميين وبيبغى يبني منظومة يبغى يحقق الدوري يبغى يحقق أمجاد. فنقول حنا تاليسكا بدون تاليسكا الفريق يمسك يطلع كتلة ويرجع ككتلة، يضغط ككتلة ويرجع ككتلة. حتى لما النصر يتراجع ويعتمد على الارتداد يرتد بكتلة واحدة. كل حالات النصر ككتلة. البعض يا عاصم يقول يمكن عاصم يا أخي ظلم تاليسكا. البعض من جماهير النصر ظلم تاليسكا
يقول انه النصر يفوز بسبب عدم وجود تاليسكا. طيب يا اخي النصر انا اشوف انه يفوز بسبب وجود لابورت وتافيو. صح، من الاسباب، هو هذا من الاسباب، بس يقول ليش عاصم شخصنها مع تاليسكا؟ احنا نقول انه افكارك تعتمد على عدم وجود تاليسكا، ومن ينجح الافكار، شوف، اعتماد الفكره على عدم وجود تاليسكا، واخذ الفكره الى ليفل قوي وحاد بوجود اوتافيو ولابورت. عاد عاصم لابورت اليوم انا اشوفه يدافع. يا اخي المفروض لابورت ما يلبسونه تيشيرت النصر، يلبسونه كرافته، ويحطون وسام على جنب كذا شعار النصر ويلعب. قلت لك هذا مدافع هادي يدافع بالعقل. لكن احنا نقول انه النصر مو بس بسبب عدم وجود تاليسكا، انه النصر يقدر يلعب، يعني طبعا اقصد انه النصر بعدم وجود تاليسكا يقدر يلعب انماط لعب كثيره. ترى اليوم النصر لعب غير عن تكتيك الفتح. اليوم النصر السبب في فريق، في لاعب في الشباب اسمه بانيجا، وهذا اللاعب اليوم لما تشوف كاسترو وش راهن عليه عشان يوقف بانيجا. الضغط. لا مرات اللاعب اللي يكون كويس المدرب يفكر انه اعطي مهمه اللاعب يوقف، لا اليوم راهن على المنظومه النصر هي اللي توقف بانيجا. بعطيك شلون شلل لما توقف بانيجا، شلل نادي الشباب اكيد، قوه الشباب بانيجا. طيب مدرب الشباب اليوم وش فكر فيه بتوظيف بانيجا؟ تشوف اليوم في الشوط الاول شفناه وسط ايمن. صحيح. ليقابل بروزوفيتش، لكي يوقف بروزوفيتش، وفكرته اني افضل لاعب عندي يقابل افضل لاعب في النصر. في اليوم تشوف شكل بانيجا قاعد يطارد بروزوفيتش، حتى ظلم مدرب الشباب بانيجا يعني بهذا الدور. هذه طريقه خاطئه. ظلم بانيجا بهذا الدور انه يطارد بروزوفيتش، وبروزوفيتش لاعب ذكي يعني، والحاله البدنيه اللي تقارن بروزوفيتش وبانيجا، بروزوفيتش عاصم نشوف بروزوفيتش قدام كثير. يعني تشوف ان الخيبر يريح بروزوفيتش. اكيد طبعا توظيف بروزوفيتش بس حل طوارئ، لا رجع فوفانا بيرجع بروزوفيتش المركزه. طيب ايهم افضل، 6 ولا 8 بروزوفيتش؟ لا 6 اكيد 6. لكن احنا نقول انه الحاله اليوم اللي لعب فيها النصر، يعني مباراه الفتح النصر قاعد يضغط ضغط عالي في يعني خط دفاع النصر قاعد يلعب بعد يعني خط دفاع النصر قاعد يوقف في ملعب الخصم. اليوم مباراه الشباب لا، لما انا ارفع خطوطي كذا انتحار ضد اللاعب بانيجا تعطيه ثانيه على الكره صح، خطر، كره طويله. اليوم مدرب النصر قسم المباراه، مرات اضغط عالي ومرات اتراجع بس اتراجع في ملعبي، بس احدد مناطق الافتكاك وين. في لما الشباب يعدي ملعب الشباب ويبدا يلعب في ملعب النصر، على طول تبدا كميه ضغط على حامل الكره، فتشوف دائما تحولات النصر تبدا من منتصف الملعب. طيب ما تبدا من خط الدفاع. لما تكون الكره مع الشباب في ملعب الشباب كيف يكون شكل النصر؟ يكون النصر واقف، يعني احنا نقولها يضغط ضغط متوسط، يعني مناطق الافتكاك في البلوك المنتصف في الملعب. فتشوف اليوم حتى حالة التحولات لما يتحول النصر من نصف الملعب إلى ملعب الشباب، تحولات كل لاعب قاعد يتحرك وفق اللاعب الآخر. لو موجود تاليسكا بيكون في بطء في عملية التحول، لأنه مدرب النصر بهذه الطريقة أو شل بانيجا إنه ما أعطيه مساحات، أنا ما أرفع خط دفاعي. طبعا مرات يرفع خط الدفاع وإنه قسمها مرة كذا ومرة كذا. الحالة الثانية إنه لو أخلي الشباب، لو أضغط ضغط عالي على الشباب ممكن يصعب عليه المباراة، لأن في لاعب اسمه كويلار، وطبعا ثنائية قلوب دفاع الشباب مهزوزة بعدم وجود حسان تنبكتي، فلما يكون في كويلار قادر على تغطية كوارث قلوب دفاع الشباب. فحنا نقول إنه اليوم كاسترو قسمها صح، ما راهن على مباراة الفتح، لا نوع بالأساليب. فتارة تحولات من نصف ملعب الشباب، من نصف ملعب المباراة، يعني ما نقول لا ملعب الشباب بالنص، وتارة النصر يقلبها استحواذ. فاليوم شكل مرن للنصر. طيب اليوم المتابع يعني لما يشوف مباراة النصر والشباب، هل اليوم النتيجة هذه الكبيرة هل هو بيسوء
هل هو بسبب سوء نادي الشباب انه منافس لنادي النصر وانت عارف ظروف نادي الشباب، او انه بتفوق النصر انه هذا الفريق اللي فعلا فريق في ارض الملعب؟ الخيار الثاني، لانه ترى الشباب المباريات الماضيه يخسر ويتعادل ترى هو افضل فنيا، يخسر ضد الوحده هو الافضل، خسر تعادل الظاهر مع ضمك هو الافضل، في كل المباريات هو الافضل، لكن ما يطلع بالنتيجه. حلو. اليوم تشوف الشباب موقف هجومي واحد، عجز يصنع موقف هجومي واحد، فالدليل انه النصر مدرب النصر كان مرن، مرات ارفع واضغط عالي ومرات لا اتراجع عشان احتوي بانيجا، احتوي الخطوره بانيجا، اني ما اعطيه وقت على الكوره ولا عشان ما ينضرب دفاعي، فهمت؟ فالدليل حنا نقول انه برافو الكاسترو، مرونته وقراءته للخصم وقراءته كيف يوقف بانيجا. وايضا في هذه الخيار اني انا ابدا بالتحولات واحدد مناطق الافتكاك في منتصف الملعب، كذا يعني خلل قلوب دفاع الشباب يكون واضح. لما تشوف اليوم تمركز خطوط الدفاع الشبابيه فكره كاسترو كوارث، بس لما يتراجع الشباب ويضغط خطوطه ويطلع الشباب على الاقل افضل بسبب انه كويلار موجود. طيب يستمر غريب؟ تشوف انه يستمر ماني يمين وغريب يسار؟ اذا ما جلب النصر جناح تشوف انه غريب قدها ان شاء الله. وبعدين يستمر، احنا سمعنا ان تاليسكا استمر، طلع بيان انه استمر خلاص، فماني كذا وغريب كذا. خلنا الان احنا نقول اهم شيء ما يلعب تاليسكا اثنين على المضمون، والله مو بشخصنا لكن هذا هو. وكفى ووفى تاليسكا. حاب تضيف شيء بخصوص نادي الشباب والنصر؟ لكن الشباب خلينا نرجع بس شوي للشباب. حسان تنبكتي كشف الخطوط الخلفيه لنادي الشباب. لما تشوف المدافع الاجنبي اللي محسوب اجنبي هو الكارثي، هو اللي كان يغطي عليه حسان، يعني قبل حسان شايل. فترى ممكن الشباب لو استمر على هذا الوضع الاداري والسوء الفني ترى ممكن يهبط الشباب. لا يا عاصم، لانه الشباب هو كويس ما يكسب، فما بالك هو سيء. انت فهمت؟ هو كويس ما يقدر يكسب، فما بالك هو سيء. الحل طيب، الحل دعوات والدين، تجديد في كل شيء. لا، الحل من الاداره، لان الاداره الوضع الاداري ينعكس على الوضع الفني. الفريق تحس انه هش، مش هش يا اخي. شوف حاله طرد بانيجا، شوف بانيجا وش النرفز اللي وصل له وهو لاعب الكابتن. بس لما تقارن هذا الفريق بالافريقيا الثانيه تحس انه هش شوي نادي الشباب. هش بالنسبه لي فهد المولد نحترمه، بس فهد المولد جناح بعد الغياب عن الملاعب. صح. طيب يلا ننتقل الان للنادي الاهلي. بسم الله. الاهلي والطائي. يلا اليوم خلينا نقول يعني حبايبنا اهل الشمال، اليوم الاهلي قهوه، الطائي فنجانين. يا سلام، انتهت هي خلاص على وشك. اسلم. بالوقت البدل ضايع. اليوم النادي الاهلي وانا اشوف التشكيله ممتاز، لعب المحور المجحد ممتاز، ولعب الظهير الايمن الحريجي ممتاز، وما زال يعتمد على النابت. وش رايك يا عاصم؟ طبعا النابت عشان عدم يعني ما فيقه ما لحق على المباراه، هذا رقم واحد. اليوسكي طبعا اتوقع ان هذه اخر مباراه له، لانه خلاص الفريق عبى وهو التاسع اجنبي، لا قفل سوق الميركاتو خلاص، لازم انك تقفل 8. الحين انت تقدر تكون مسجل 9 إلى 10 جانب. فاليوم لو تشوف الاستراتيجيه مدرب الاهلي ياسلا، وش الاسلوب اللي يفكر فيه لما يكون الاهلي معاه الكوره، من يقوم بعمليه تصعيد الكوره هو اللاعب رقم 6، ما يعتمد دائما على قلوب الدفاع. يعني تشوف في النصر اول ما يقوم بتصعيد الكوره لابورت مثلا، الاهلي يراهن انه يفتح يكون ثلاثي بوجود وينزل لاعب الرقم 6 اللي هو الاسمري وهو اللي يصعد الكوره. لكن لما يكون هذه فكره المدرب، الافضل انك تاخذ افضل عنصر. للاسف الاهلي لا يمتلك افضل عنصر، هو عبد الله العطيف يقوم بهذا المهام، لكن عبد الله العطيف ما يقدر يلعب 90 دقيقه، عبد الله العطيف ما يقدر يعطيك موسم كامل. صحيح. فالاهلي الحريجي طبعا هو فضل على مجرشي، يعني هذه مشكله العنصر المحلي، ما تراهن عليه موسم كامل في ظل الليفل العالي. تمام. وخاصه انه اللاعب ما عنده خبرات. فحنا نقول انه الطرد سهل المباراه للاهلي وقلبها
ومره يسرع الرتم الاهلي ومره يقلل الرتم، مره يرفع الرتم ومره يقلل الرتم بناء على وضع الجمهور. لما الجمهور يدفع الفريق يعلي الرتم، ولما يخفض الرتم. والخير كده انه الاهلي على الورق بيفوز هو 11 لاعب، فما بالك بالطرد طبعا، واخذها باقل الاضرار. عاصم الحين ما يمدي يجيبون محور 6 يختموا الاجانب صح؟ ايه الاجانب خلاص. يا اخي لو جابوا قلب دفاع واحد بس كافي. قلتها انا، قلتها والله الصدق يعني، قلت حرام يا اخي قلبين. تحس المحور رقم 6 مكشوف. الصدق يعني الحين الاهلي يحتاج ظهير ايسر، والحين يمشي صح فتحوا بعد خانه الظهير الايسر، فاكيد انه بيكون في تنافس على الحربي، متعب الحربي مع نادي الهلال. اخر الميركاتو بيكون نار على اتوقع على متعب الحربي اخر الايام، لانه لسه متعب الحربي مش واضح، لانه في اكثر من نادي خصوصا انديه الصندوق محتاجه هذا اللاعب. بالضبط. طيب لما يبدا فيجا يلعب مع النادي الاهلي ممتاز. كيف تشوف المثلث في وسط الميدان؟ لما يبدا فيجا يلعب راح تقيد شوي كيسيه، انه بيكون عليه احمال دفاعيه اكثر وعليه حمل تصعيد الكوره، هذه المشكله. فهمت؟ لكن كيسيه هل خصائص اللاعب هذا يقوم فيها، لكن مش حد فيها، مش الافضل فيها. هذا اللاعب عنده الافضل لما يكون يلعب بدون كوره ويكمل مع الثلث الهجومي. فحنا نقول لو انه في رقم 6 وقلنا في المباريات السابقه، لكن هذا الاهلي هو اللي بيلعب كذا. اليوم المباراه تثبت انه ماكسيمان المفروض يلعب مع المجموعه. ماكسيمان حلول فرديه دائما يفضل مباراه سهله، مباراه ما فيها يعني مطرود، ومباراه يعني بالجيب مع احترام للنادي الطائي. ترى قدم مباراه كبيره رغم الطرد، انك تطلع باثنين لاعب من 75 دقيقه او تقريبا او 65 دقيقه. احنا نقول انه ماكسيمان لازم انه يلعب مع المجموعه، يلعب شوي مع المجموعه، يلعب مع فيرمينو، يشبك مع فيرمينو اكثر. وقلت أنا ماكسيمان قبل مع نيوكاسل لاعب دائما قرار فردي. اليوم يلعب مع المجموعة، لكن دائما القرار الأفضل إنه يلعب مع المجموعة. احنا ما شاء الله تبارك الله المباراة الماضية كيسي أنقذ الأهلي، وهذه المباراة يهدف. قلت أنا لاعب وسط هداف. فاللاعب هذا يا أخي يا إدارة النادي الأهلي يا أخي جيبوا محور رقم 6. ما يقدر الاهلي يجيب اجنبي، ما يقدر ولا في محلي. هذه المشكله. لانك لو بتجيب محور رقم 6 بيكون هذا حل هجومي من ضمن الحلول، من ضمن الثلث الهجومي، تحرر شوي كيسي. ومحرز عاد ما شاء الله متالق كالعاده. لكن ما ادري هل الاهلاوي، هل المدرب الاهلاوي ما يعرف خصائص كيسي معروف في اوروبا. اي معروف، شفناه مع برشلونه وميلان. حاب تضيف شيء بخصوص الاهلي والطائي؟ لا الاهلي الوقت ضيق طيب اليوم في مطالبة جمهور، صوت الجمهور. تفضل يا عبد الرحمن، عطنا صوت الجمهور بالنسبة للنصر والأهلي. نص دقيقة للنصر ونص دقيقة للأهلي، تفضل. الله يعطيكم العافية، قدمتم مباراة جميلة لكل الطرفين، لكن النادي النصر تاليسكا يا سلام. الله يعطيك العافية، أنت مع احترامنا الشديد لك شوكة الصراحة مع هذه المجموعة. لا أنت وصل لصوتك للجمهور. يعني احنا نقول إيش يا جماهير النصر؟ خلاص شوفوا نصركم بدون تاليسكا، صح ولا لا؟ ايش رايك اذا توصي انت؟ لا اساعدك انا يعني خذ المايك. طيب والاهلي؟ لا خذ المايك كمل. طيب كمل. طيب والاهلي يا اخوان، الاهلي الجمهور هذا هو اللي يقود الفريق. فحنا نقول للاهلي سكر الظهير الايسر، اليوسكي بيطلع سكر، صح؟ هذا الكلام. يا سلام. والمحور ما يمدي تدارك؟ المحور والله ما في خيارات محلية، لكن هذه المشكلة. لكن جمهور الأهلي يغطي العيوب. الله عليك. سؤال الحلقة، تفضل. سؤال الحلقة، هل المباريات السابقة نادي النصر تشوف انه تاليسكا مثل ما طالبنا يعني انه خلاص مع السلامة، او انه الفريق ما يحتاجك، او لا انت النصراوي نبي رايك؟ او يرجع وتعرف انت تشكل الفريق قبل مع تاليسكا. ممتاز. يا الاهلاوي بس اصبر دقيقه، النصراويه ما جربوا تاليسكا مع العناصر الجديده. اي انا اقول لك ممكن نظلم تاليسكا. ما ادري انا، ترى يمكن اصير انا غلطان. صح. انا قلت لك حتى بدايه عطنا رايك. قلت لك بدايه الحلقه. ممتاز. الان يا الاهلاوي انا بس بسالك سؤال، وش اكثر لاعب تشوفه يناسب خانه الظهير الايسر؟ وش عيوب الثلث الهجومي الاهلاوي؟ هل الفرديه ماكسيمان هي من عيوب الثلث الهجومي الاهلاوي، ولا تحس ان الفريق ماشي كويس؟ تمام مضبوط. مضبوط. انا اتمنى ترى مو على الميول تشارك بالسؤال.
اي واحد يشارك جاوب يا اخي، ترى الوضع كرة قدم. ايوه ما نبي العاطفة، نبي المنطق. ترى الوضع كرة قدم، وكرة القدم للكل، ما هي على الميول. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية عاصم، واستمتعنا معك حبيبي عبد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. نشوفكم الحلقات الجاية، وسلام عليكم.